قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. المجتمع هو السبب، المجتمع مش بيساعد حد. طيب سؤال صغير، مين هو المجتمع؟ لأن الغريبة إن كل واحد بيتكلم عن المجتمع كأنه كائن فضائي نازل من كوكب تاني، مع إن المجتمع هو أنا وإنت، وهو الشخص اللي هيسمع الحلقة دي، وهو اللي كتب التعليق السلبي، وهو اللي سكت عن الغلط، وهو اللي ضحك على التنمر، وهو اللي قال ماليش دعوة. يعني لو كلنا بنلوم المجتمع، يبقى مين بالظبط المسؤول؟ يمكن الحلقة دي هتضايق ناس، لأنها مش جاية تدور على متهم جديد، لكن هي جاية تبص في المراية. الحلقة دي مش عن المجتمع، الحلقة دي عن اللعبة الذكية اللي بنلعبها كل يوم من غير ما نحس. لعبة اسمها أنا ضحية والباقي هم السبب. ودي من أخطر الألعاب النفسية اللي الإنسان بيحبها، لأن أول ما تلوم المجتمع بترتاح، لأنك خرجت نفسك من المعادلة كلها، بقيت بريء، مفيش ذنب ومفيش مسؤولية ومفيش حاجة محتاج تغيرها. بص حواليك، يعني واحد بيقول الناس بقت أنانية وهو أول واحد بيقفل الباب في وش غيره، وواحدة تقول ما بقاش فيه احترام وهي بتغلط في أي حد يختلف معاها على السوشيال ميديا، وواحد يقول مفيش أمانة وهو بيغش في شغله. كلنا بقينا بنشاور بصباع وناسيين إن فيه 3 صوابع راجعين علينا. المجتمع بالنسبة لناس كتير زي رف قديم، كل واحد بيرمي فيه أخطائه. فشل يبقى المجتمع، بطالة المجتمع، علاقة سامة المجتمع، قلة الذوق المجتمع، انعدام أخلاق المجتمع. طيب هو المجتمع ده بيتكون من مين؟ من ناس، يعني من أفراد، يعني كل فرد بيضيف طوبة، يا إما يبني يا إما يهدم. في علم النفس في حاجة اسمها انتشار المسؤولية. لما المسؤولية تبقى على ناس كتير، كل واحد يفتكر إن غيره هيقوم بالدور. الشارع مش نظيف، أكيد البلد مسؤولة. حد بيتعرض للتنمر، أكيد حد هيدافع عنه. طفل بيغلط، أكيد المدرسة. الموظف مقصر، أكيد المدير. ودخلنا في دايرة ملهاش أول من آخر. خليني أسأل سؤال يمكن يكون مستفز شوية. هو إمتى آخر مرة قلت المجتمع بقى وحش؟ كنت أنت وقتها بتعمل إيه يخلي المجتمع أحسن؟ وأنا طبعا مش قصدي تبقى بطل خارق، لكن هل كنت صادق؟ هل كنت بتلتزم بدورك؟ هل كنت بتعتذر لما تغلط؟ هل كنت بتربي أولادك على اللي نفسك تشوفه في الناس، ولا كنت مستني غيرك يبدأ؟ احنا عندنا مرض اسمه أنا الاستثناء، وكل الناس غلط إلا أنا. كل الناس منافقة إلا أنا. كل الناس أنانية إلا أنا. الغريبة إن لو كل الناس شايفة نفسها الاستثناء، يبقى مين الأصل؟ اتخيل مدينة فيها 1,000,000 شخص، كل واحد قرر يرمي ورقة صغيرة في الشارع. طبعا هي مجرد ورقة مش هتفرق، لكن بعد يوم بقى فيه 1,000,000 ورقة، وكل واحد مقتنع إن الورقة بتاعته مش هي السبب. لكن الحقيقة المدينة اتوسخت بورقة كل واحد. وده بالظبط اللي بيحصل في الأخلاق. الكذبة الصغيرة، الرشوة الصغيرة، الإهانة الصغيرة، كلها بتتجمع، وبعدين نقول شوف المجتمع وصل لإيه. في ناس بتحب تنتقد الجيل الجديد، لكن هو مين ربى الجيل الجديد؟ الجيل القديم. وفيه جيل جديد هيكبر وينتقد اللي بعده، ولو فضلنا كل جيل يرمي التهمة على اللي قبله، مش هيكون في حد بيبدأ بالإصلاح.
تعال نبص على مشهد بسيط. واحد داخل محل، البياع بيضحك في وشه، الزبون مكشر. البياع اتضايق، بعدها بدأ يعامل الزبون اللي بعده بطريقة وحشة. الزبون ده يروح البيت متنرفز، يزعق لابنه، الابن يروح المدرسة يضرب صاحبه، وصاحبه يكبر وهو فاكر إن العالم قاسي، وبعدين يطلع يقول المجتمع بقى وحش. يعني أحيانا الشر الكبير بيبدأ بابتسامة ناقصة. المشكلة إننا دايما بنحب الحلول العملاقة، عايزين قوانين وعايزين حملات وعايزين مؤتمرات، لكن قليل جدا اللي بيسأل أنا النهاردة كنت نسخة أحسن من امبارح. لأن المجتمع مش بيتغير بالخطب، لكن بيتغير بعادة بتتكرر من آلاف الأشخاص. عارفين أكتر جملة بتخوفني؟ جملة كل الناس بتعمل كده. الجملة دي مسؤولة عن كوارث، لأنها بتلغي الضمير. طالما الكل بيغش أغش، طالما الكل بيكذب هكذب، طالما الكل بيرشي أرشي، وبعدين نرجع نقول المجتمع فاسد. خلينا أقول حاجة يمكن تختلف مع ناس كتير. أيوة، في ظروف صعبة وفي ظلم وفي مشاكل أكبر من الفرد، وده حقيقي، لكن برضو في مساحة يقدر الفرد يختار فيها. يمكن ما تقدرش تغير البلد كلها، لكن تقدر تغير الطريقة اللي بتتكلم بيها، وتقدر تغير أسلوب تربيتك، وتقدر تبطل تنشر كراهية، وتقدر تحترم دورك. يمكن ده يبان صغير، لكنه بداية أي تغيير حقيقي. العجيبة إن كل واحد نفسه يعيش في مجتمع محترم، لكن السؤال الحقيقي، هل المجتمع المحترم هيبقى مبسوط بوجودنا إحنا؟ ولا إحنا كمان محتاجين نتغير علشان نستحقه؟ كل واحد فينا عامل زي نقطة حبر، لو النقطة السوداء هتسود جزء من الورقة، ولو النقطة بيضاء هتنور جزء منها. الورقة اسمها المجتمع. وقبل ما نختم الحلقة، عايزاك تعمل تجربة لمدة أسبوع. ممنوع تقول المجتمع، لكن استبدلها بجملة أنا هعمل إيه. هتتفاجئ إن عقلك هيبدأ يدور على حلول بدل ما بيدور على متهم. يمكن المجتمع محتاج يتغير، لكن المجتمع عمره ما هيصحى الصبح ويقرر يتغير لوحده، لأنه مش شخص. المجتمع هو ملايين القرارات الصغيرة اللي بناخدها كل يوم، كل كلمة وكل تصرف وكل أمانة وكل احترام وكل اعتذار، وكل مرة بنختار فيها الصح رغم إنه أصعب. ولو كلنا فضلنا نسأل مين السبب هنفضل مكاننا، لكن أول واحد يسأل أنا دوري إيه يمكن يكون هو أول شخص بدأ يغير المجتمع فعلا. ولو وصلت لحد هنا، اكتب في التعليقات إجابتك على سؤال واحد: إيه العادة الصغيرة اللي لو كل الناس عملتها المجتمع هيتغير فعلا؟ وما تنساش تسيب تقييم وتعليق بسيط على أي تطبيق بتسمع منه الحلقة، لأن دعمك مش بيغير ترتيب البودكاست بس، لكن يمكن يخلي الحلقة دي توصل لشخص كان محتاج يسمعها النهاردة.